سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده وفيديو جديد. جيتكم بوصفه البسكوي رولي. هاد الوصفه بزاف سهله وتعمدت اني نعملها لكم بطريقه جد مبسطه باه نقدروا كامل تخدموها وحدكم في الدار. نقولوا بسم الله ونبداو في المقادير وطريقه التحضير. اول حاجة نبدأ بها هي الجنواز. للجنواز عندي 5 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. نضيف عليهم رشة ملح، ونضيف 150 جرام سكر عادي، ونجيب الضراب الكهربائي ونخفق البيض مع السكر مليح حتى يتضاعف الحجم نتاعهم. نستمر في الخفق حتى يتضاعف الحجم تاع البيض والسكر نتاعنا، وراح نتحصل على خليط كأنه ميرانج. كما راكم تلاحظوا راح نتحصل على قوام كريمي يكون ثقيل. الآن نروح للمواد الجافة. بالنسبة للمواد الجافة عندي 25 جرام كاكاو بني غامق و100 جرام فارينة. نجيب وعاء ونخلط فيه هاد المواد الجافة، نحط الفارينة ونزيد نضيف عليها الكاكاو. بالنسبة للكاكاو استعملت 5 جرامات لكل حبة بيض. نصفي الفارينة والكاكاو نتاعي مليح، من بعد راح نبدا نضيفه للخليط. في هذه الوصفه ما استعملتش الخميره كيميائيه، وراح تلاحظوا انه هذه الوصفه ناجحه. فقط انكم تتبعوا الطريقه بالتفصيل. البيض نتاعكم ضروري انه يكون بدرجه حراره المطبخ، وضروري ايضا انكم تطلعوا البيض والسكر مليح حتى يولي على شكل ميرانج. الان نبدا نضيف الفارينه والكاكاو نتاعي على 3 دفعات، وفي كل مره نبقى نخلط غير بشوي. هذه الطريقة المعتادة في الجنواز، أني نبقى نضيف الفارينة تاعي بالتدريج على 3 دفعات ونبدأ نخلط غير بشوي باه الخليط نتاعي ما يهبطش. نبقى نضيف في الفارينة والكاكاو حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. نجيب بلاطو اللي راح ندخله للفرن. بالنسبة للطول والعرض 30 على 40 سنتيمتر، ونفرغ كامل الخليط. ونجيب سباتيل ونحاول اني نمشي كامل الخليط على الصينية. واكيد نكون شعلت الفرن نتاعي ويكون سخن مليح، شعلته على 115 درجة. بالنسبة لمدة الطهي راح يتراوح ما بين 12 دقيقة الى 15 دقيقة، لهنا كل واحد حسب النوعية تاع الفرن نتاعو. بعد ما فرغت الخليط نتاعي في الصينية ومشيت على كامل البلا، ندخل الصينية تاعي للفرن ونحاول اني ما نخليهاش بزاف في الفرن، ما نخليهاش تحمار. كي تنشف الجنواز نتاعي راح نحيها من الفرن. بعد ما فاتت حوالي 12 دقيقة وخرجت الجنواز من الفرن، نجيب سكين ونبدأ ننزع في الحواف. راح نتحصل على جنواز بزاف خفيفة. نحاول اني نحيها من الصينية ونقلبها. لهنا من الاحسن اني نجيب بابي كويسون ونحطو باه نقلب، ما تغلطوش نفس الغلطة نتاعي. ونحي البابي كويسون بكل سهولة راح يتنحالي. انا هنا زدت عاود قلبته، نتوما حطوا من الاول بابي كويسون وقلبوه خطرة واحدة. ونروح نحضر الكريمة اللي راح نحشي بيها وراح نغلف بيها. في وعاء نحط كأس من بودرة شانتيي، ونضيف نصف كأس من الكريمة السائلة ونصف كأس من الماء.
نزيد نضيف منكه بذوق الشوكولا تكون نوعية جيدة. وبالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش الكريمة السائلة قدر أنكم تستغنوا عليها، استعملوا كأس من بودرة الشانتيي مع كأس ربع من الماء، ونضيف ملعقة صغيرة من شوكولاتة ختيني، ونجيب الضراب الكهربائي ونخفق مليح حتى نتحصل على الكريمة تكون متماسكة. بالنسبة لهاد الكمية تاع الكريمة انا ما كفتنيش، من الاحسن انكم تضاعفوا الكمية، راح تكفيكم للحشو وللتغليف وللتزيين. نخفق الكريمة نتاعي مليح حتى نتحصل على كريمة تكون متماسكة. بعد ما حضرت الكريمة وحضرت البسكوي، عندي السيرو. بالنسبة للسيرو استعملت كأس من السكر مع 2 كيسان من الماء وخليتهم غلاو، وراح نشرب به هذا البسكوي. نشرب البسكوي نتاعي مليح. باه نعرف البسكوي نتاعي مشرب مليح ولا مش مشرب، نحاول اني نحط صبعي كي يطلع الماء معناها البسكوي تاعي راه مشرب. ونجيب الكريمه اللي كنت حضرتها ونحط كميه مليحه من الكريمه حتى نغطي كامل السطح تاع البسكوي. نجيب سباتيل ونمشي على كامل السطح حتى يتغطى لي كامل البسكوي. بعد ما حطيت الكريمه على كامل السطح نحاول اني نرولي البسكوي، راح يدور بكل سهوله كما راكم تلاحظوا. نحاول ندوره غير بشوي. ورق الطهي ايضا راح يعاوني بزاف باه يدور لي بكل سهوله. بعد ما روليت البسكوية راح نغلفه مليح وراح ندخله للمجمد ونخليه حوالي 3 ساعات الى ما فوق، باه البسكوي يحكم روحه ويجينا سهل في التغليف. بعد ما نخليه في المجمد راح نجبده وراح نغلفه بالكريمه، وراح نوجد له ايضا الغاناش اللي راح نغلفه بها. بعد ما خليته في المجمد نحيه من البابي كويسون، ونجيب موس ونحي الحواف، نحي حواف تاع البسكوي. كنت ايضا حضرت البابي كيطاغ، اذا ما كانش متوفر عندكم حضروا سوطاغ تقصوه قد قاعدة البسكوي، من بعد باه كي تهزوا البسكوي تاعكم يجيكم ساهل. ونجيب ايضا الكريمه اللي كنت حضرتها ونحط كميه من الكريمه، ونجيب سباتيول ونحاول اني نمشي على كامل البسكوي. الاخوات اللي حبوا الوصفه مكتوبه راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، وراح نخلي لكم الرابط ايضا تاع الفيسبوك. ادخلوا للصفحه تاع الفيسبوك راح نخلي لكم الوصفات التامه. بعد ما غلفت كامل البسكوي نجيب بابي كيتاغ ولا اي حاجه عندكم ممكن انكم تدوروها بهذا الشكل، ندوروها على البسكوي رولي ونجبد الكريمه، راح تعطيني نتيجه مليحه بزاف كيما راكم تشوفوا. راح تمد لي كريمه ملساء. تبقى لي الحواف راح نعدلهم بسباتيل. الان ندخل البسكوي تاعي للمجمد ونخليه يجمد حوالي نصف ساعه، ونجبد نقلاصيه. بعد ما خليت البسكويت نتاعي في المجمد حوالي نصف ساعة نروح للغلاصاج. بالنسبة للغلاصاج راح نستعمل غاناش. عندي له 120 غرام شوكولا، 60 غرام شوكولا سوداء و60 غرام شوكولا بالحليب، راح نحطها على حمام مائي. عندي ايضا 120 كريمة سائلة، استعملت هاد النوعية. مش لازم انكم تستعملوا نوعية اوبلا ولا نوعية تكون مليحة، انا استعملت هاد النوعية ومدت لي نتيجة مليحة. بعد ما ذوبت شوكولا على حمام مائي نضيف لها الكريمة السائلة اللي كنت سخنتها، نضيف كامل الكمية ونخلط هاد الكريمة مع الشوكولا مليح حتى يتجانسوا لي هاد المكونين. نخلطهم مليح مع بعض حتى تتجانس لي الشوكولا مع الكريمة السائلة.
راح نتحصل على هذا القوام. نجيب بلاطو ونحط عليه البسكوي ونبدا نقلاصي. نصب كمية مليحة من القناش. راح تلاحظوا راح القناش يبدا يهبط وحده. نغطي كامل بسكوي بالقناش ونخلي الكمية الزايدة تهبط. بعد ما هبطت الكمية الزايدة جبت سوطاغط ونحط عليه البسكوي. التزيين اكيد راح يكون تزيين اختياري. اذا كنتوا اول مرة تخدموا بهذا القمع من الاحسن انكم تجربوا، من بعد راح تبداو تخدموا فوق البسكوي نتاعكم. هذا القمع راح نستعمله على شكل زيكزاك، واكيد التزيين راح يبقى اختياري وراح يبقى حسب ذوقكم. نجيب ايضا هاد الاعواد اللي كنت خدمتهم من الشوكولا. ذوبت شوكولا على حمام مائي وحطيتها في علبة سيليكون وعملت خطوط عشوائية. ونرش ايضا القليل من الكاكاو، وعندي كمية قليلة من البندق. نحط البندق بهذه الطريقة. الكمية نحتاج الى كمية قليلة للتزيين فقط. كلمسة ايضا راح نستعمل لافاي دوغ. وايضا كان عندي شوكولا دائرية كنت غلفتها بالورق الذهبي وراح نحطها فوق البسكوي. هاد هي الشوكولا اللي كانت عندي. هاد شوكولا غلفتها بالورق الذهبي. وفي الاخير هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها. ان شاء الله تكون الوصفة تاع نهار اليوم نالت اعجابكم. بهذا نقولكم الى وصفة اخرى وفيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.